طبعا. لكن انت بتتكلم على حاله وبتتكلم حالة على ماتش. حاله ماتش وتوقيت. لما المصري لعب حلو قدام الزمالك طلعنا قلنا ماتش، ورغم ان الكابتن ما كانش موجود كابتن علي، لكن اكيد الفرقه تعليماته وشغله طبعا. على مدار الاسبوع. الماتش اللي قبله انبي طلعنا اتكلمنا كويس. فاذا لما انت بتعمل ماتشات كويسه وبتقدم اداره فنيه جيده، ناس بتطلع تتكلم سواء احنا او غيرنا. لكن انا بتكلم على الحاله بتاعه المباراه. انت النهارده كسبان انبي تمام، وصلت للنقطة رقم 12، وبعد كده كسبت الزمالك فرقتين كبار، وصلت للنقطة رقم 15 وفي منافسة، وبتقول عايز العب مربع ذهبي في ظل ان انت عندك زد متفوقة الفترة الأخيرة، وطلائع الجيش بدأت تتسحب وبتمشي بشكل كويس. فالنهارده انت بتستغل حالة الفرق. الإسماعيلي لا عنده سكواد ولا عنده لعيبه، وعنده مشاكل كتيره جدا بسبب موضوع وقف القيد، وبالتالي كابتن ايهاب جلال الراجل برضه الله يكون في عونه بيحاول على قدر الامكان ان هو يظبط الفرقه ووضع الفرقه بالنسبه للماتشات عشان يعرف يجاري الفرقه الاخرى اللي هو بيلعبها. فكانت أيوة. فرصه بالنسبه لك النهارده ان انت تحقق النقطه رقم 18